نحن نشعر بالوحدة أكثر من أجدادنا وأسلافنا، ونحن أقل عزلة منهم. كيفاش في ظل التطور التكنولوجي وفي 2026 وفي ظل وفرة نتاع هاد المعلومات كاملين اللي كاينة، الإنسان بقى يكون تيحس بالوحدة، وهو قادر يتواصل مع واحد في ميريكان، واحد في الصين، واحد في تايلاند، في جميع بقاع العالم يقدر يتواصل مع أي واحد بغا، ويقدر يوصل للحياة نتاع أي واحد ويشوفو كيفاش تعيش. ولكن كيفاش الانسان باقي تيحس بالوحده؟ نقدر نقول لك هذا السبب من الاسباب اللي تيخلينا نعيشوا في واحد الوحده، ولا الانسان تيحس بالوحده، لانه حنايا في هذا العصر كل واحد سد عليه، وكل واحد مقابل تليفونه، حتى واحد ما تيهضر مع الاخر، كل واحد مركز في حياته، كل واحد غادي في طريقه مع مشاكله ومع هموم الحياه. فهذا سبب من الاسباب ان كل واحد منغامس في هذاك التطور التكنولوجي، وغادي يبيع الحياه وصيقع الحياه في واحد الطريق معينه مع المشاكل نتاعو وكذلك النجاحات اللي كيحقق. ولكن الاكثر من هذا، الوحده التعريف نتاعها هو هذا. رغم ان كاع داكشي اللي داير بك من خير ووفران تاع المعلومات والتكنولوجيا، انت ما قادرش تحس براسك بلا ماشي بوحدك. انت ما قادرش تحس براسك بلا مع شي حد. انت ما قادرش تحس براسك بلا معاك الناس ودايرين بيك الناس. السؤال هنايا هو واش يقدر البشر يعيش بلا علاقات؟ انا كنحب نبشرك ونقول لك ما يمكنش الانسان يعيش بلا علاقات. اكبر دليل على هذا هو انه هنجبدو نفس القصه المطابقه لهادشي: الوفره نتاع المعلومات والتكنولوجيا، وتقدر توصل لاي حاجه بسرعه. الجنه وسيدنا ادم. سيدنا ادم تخلق الجنه، وكان عنده اي حاجه في الجنه، اي حاجه بغاها، اي حاجه تصورها، يقول لها يا حضري وتحضر عنده، يقدر ياكلها، يشربها، يشوفها، اي حاجه. ولكن استوحش في الجنه، فالله سبحانه وتعالى خلق ليه امنا حواء. فخصنا نفهموا بانه رغم انه يكون عندك اي حاجه بحال هذا العصر اللي كنعيشوا، الوفران تاع المعلومات والتكنولوجيا وهذا الشيء كامل، ولكن الطبيعه البشريه كتحتم عليك انك خصك تبني علاقات. فالانسان ما يقدرش يعيش بلا علاقات. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم من اشرف الخلق، كذلك هو حبيب الله. فتخيل معايا تكون نتايا حبيب الخالق، ولكن رغم ذلك كنعرفوا بانه كاينين الصحابه فهم اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. كنعرفوا بان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج، فكاينين زوجات الرسول رضي الله عنهم. فكنفهموا بانه الرسول صلى الله عليه وسلم حبيب الله كيهضر مع الخالق، وهو حبيب الله يعني عنده اقوى علاقه مع اقوى حاجه في هذا الكون اللي هي الخالق نتاع هذا الكون، وكذلك يحتاج انه يدير علاقه مع افراد المجتمع والناس اللي بحاله. فلا يمكن للانسان ان يعيش بدون علاقات. فالوحده شعور اللي ما كيبغيه حتى شي انسان، لانه لا يمكن للانسان ان يعيش وحيدا. فحتى كلمه انسان جاءت من الانس، يعني انه الانسان يحتاج الى الانس، شي واحد اللي يونسو كما تنقولوا حنا بالدارجه، وشي واحد اللي يكون معاه ويكون في جنبه. واكبر دليل على الوحده اللي كيعيش العالم او الشباب، او الوحده اللي كنعيشوا في العصر نتاعنا بواحد الشكل عام، هو عدم نجاح الزواج، هو عدم نجاح العلاقات الزوجيه، كثره الطلاق، ما بقاوش الوفاء بين الصداقات، ما بقاش هذاك صاحبك اللي كيموت معك، ما بقاش شي واحد يبغى يسمع لك الهموم نتاعك وتشكي عليه وتقاسموا واحد اللحظات زوينين. ولاو هاد النوع نتاع المانيبيولاسيون في العلاقات، وشي واحد اللي كيستغلك في العلاقات. ما بقاش واحد النوع الصدق والصداقه الحقيقيه، ما بقاوش هادوك اللحظات الشيقه اللي كتمشي عند عائلتك، في عند دار جدك ولا عند دار جدك، وكتجلس وكتجمع العائله والقلوب صافيه وكل شيء كيضحك وبخير وعلى خير. ما بقاوش هاد اللحظات، ما بقاش كيجمعك بشي واحد شي حاجه من غير الحاجه لانك دير به شي مهمه. فما بقاتش شي علاقه صافيه، ما بقاش نجاح في العلاقات، ما بقاش شي واحد بغى يصبر على الاخر في شي علاقه. درتي هادي سير في حالك، انا ما بقيتش بغيتك، كاين ما احسن منك. ولات هاد الكلمه نتاع انا استحق، فبنادم خداها بواحد الشكل اللي غلط. هادشي كامل كيدل على مدى فساد العقل البشري، بسبب اننا ولينا كنشوفوا هاد الفيديوهات، او كان ناخذوا العديد من الافكار بواحد الطريقه اللي غلطه، او كنتفرجوا كنتاثروا بالعديد من الناس كما قلت بسبب هاد التطور التكنولوجي وهاد التقدم وهاد الوفره نتاع المعلومات. تدخل عند هذا الستوري تشوفو تي كاين في هاد البلاصه، تدخل عند هاد الستوري تسمع قالت لك هاد الهضره، تدخل عند هذا تسمعو قال لك هاد الهضره. فحتى العلاقه نتاع الرجل بالمراه، الراجل ما بقاش يحمل المراه، والمراه ما بقاش كتحمل الراجل. ولاو في منافسه شكون اللي غادي يقمع الاخر، وشكون اللي غادي يكون احسن من الاخر، شكون اللي كيستحق الاخر، وشكون اللي غادي يكون فقط عبد
عند الاخر وكيطيع الاخر. فشوف مدى الوحده اللي ولينا فيها، شوف مدى شحال حنايا وحيدين في هذه الدنيا رغم التطور وكثره البشر في هذه الكره الارضيه، ولكن ولينا وحيدين. تجردنا من المبادئ نتاعنا، تجردنا من الاخلاق نتاعنا، تجردنا من الحقيقه نتاعنا بانه حنايا هنايا باش نتعاونوا وننشئوا شعوب وقبائل. حنا هنايا باش نتعارفوا وكل شيء خوت وكل شيء بحال بحال، ولكن تجردنا من هذه الافكار والتكنولوجيا وفرت المعلومه ولا كل شيء مقابل تليفونه، حتى شي واحد ما بغى يهضر مع الاخر، كل شيء مقابل السكرولين، كل شيء مخبي ورا الكلافي. وان وسائل التواصل الاجتماعي تعلمك انك فقط تيق في راسك ورا الكلافي ورا الكيبورد، تقدر تقول اي حاجه وتواجه اي واحد ورا الكيبورد، ولكن فاش تجي الواقع والحياه الواقعيه ما تقدرش تشوف في عين بنادم وتقول لي انا ما مقتنعش بهذه الفكره، انا ما بغيتش هذه الفكره، انا القضيه ما عجبتنيش. حتى انه في وسائل التواصل الاجتماعي تقدر تدخل تقرا الميساج وما يطلعش للشخص الاخر انك قريتيه، فهادشي كامل تيقريك انك تبعد الناس الاخرين، تخبي هذاك الشيء اللي كتحس به، ما تعاودش الناس الاخرين، تهرب على المجتمع. فنحن كنشعروا بالوحده اكثر من الاجداد نتاعنا، اكثر من الاسلاف نتاعنا. جدودنا ما كانوش هكا، ما يمكنش، خصو يواجه. جا عندك شي حد كتحليه الباب وكتدخلو، جا عندك شي حد كتستقبلو وكترحب به، جا عندك شي حد كتحل معاه المشكل. فلا بد انك تواجه وتنشئ علاقات. العائله كتحترمها، الناس كتحترمهم، المجتمع كتحترمه، القبيله اللي انت فيها كتحترمها، العشيره ديالك كتحترمها. فمساله العلاقات هي مساله ضروريه لكل فرد، ولكن حنايا في هذا العصر السوشيال ميديا نقدر نقول لك بالضبط بالتحديد وبطبيعه الحال السرعه باش كنعيشوا، فهي كتولد لنا واحد العديد من التوتر والعديد من المشاكل. وبطبيعه الحال القوت اليومي حتى هو كيساهم في انك كيفاش تجيبو، تيساهم في انك تبعد على العلاقات وانك تركز فقط على انك تجيب القوت اليومي او تبقى مقابل مشاكلك ودوامه العيش ودوامه الحياه. ولكن نحن اقل عزله من الاسلاف نتاعنا والاجداد نتاعنا كما قلت في اول حلقه. فاشنو هو الفرق ما بين الوحده والعزله؟ الوحده هو انك رغم الوفره نتاع داكشي اللي داير بك كتحس بانك ما قدرت تستافد منه والو وما قدرش تنشئ به علاقات، وانك نتايا ما عندك حتى شي واحد وما في جنبك حتى شي واحد، واخا انك محتاج لشي واحد. ولكن العزله هو اختيار، انت كتختار انك تنعزل المجتمع، انت كتختار انك تنعزل العشيره نتاعك، القبيله نتاعك، القريه نتاعك. فكتحتاج واحد الوقت بينك وبين راسك، انت كتمشي كتسافر باش تلاقى مع راسك. وبلا ما نمشيو بعيد، اكبر دليل وخير دليل على قيمه العزله هو الرسول صلى الله عليه وسلم. مره اخرى الرسول صلى الله عليه وسلم كان تينعزل وكيتعزل على القريه نتاعو وكيمشي الجبل الكريم اللي نزل فيه الوحي عليه، فين اول مره يهضر معاه الله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم كيمشي كينعزل كيحمي، واللي من المفروض عليا وعليك انت ولا انت اللي كتفرج خصنا نديرو هادشي. فالعزله هي فاش كتمشي باش تحمي الافكار اللي عندك وتحلل الافكار اللي عندك وتبنى افكار جديده، وكذلك تشوف اشنو داير بك، تشوف اشنو كاين، تحلل الافكار اللي تعطات لك من طرف المحيط ديالك مزيان، وتعزل راسك باش تلقى افكار جديده خارجين من وحي التفكير الخام الخالص ديالك. وكذلك كتامل في الخلق، كتامل في حياتك، كتامل في الماضي ديالك، كتامل في العلاقات ديالك، كتامل في نقاط القوه ديالك، نقاط الضعف نتاعك، كتامل في الخلق، كتامل في الكائنات. هادشي كامل هنا فين كتبدا كتلقى راسك. فهي العزله رحله وانعزال وانقطاع عن الاخر، وهو اختياري، فهي اختيار كي تجد نفسك. فالعزله مزيانه باش تلقى راسك، ولكن الوحده خيبه. الوحده هو ان لديك مشكل في انشاء علاقات، الوحده هو انك لديك بعض الصعوبات في انشاء علاقات، الوحده هو انك وحيد رغم الوفره نتاع داكشي اللي داير بك، هذاكشي كامل اللي عندك ما زلت تشعر وحيدا مزيان. ولكن العزله هي اختيار، فانت تختار ان تبقى وحيدا،
أنت تختار أن تنعزل عن أفكار المجتمع وتنقطع عن أخبار المجتمع أو القرية أو العشيرة ديالك، وتتبنى وتحلل وتتأمل في الأفكار نتاعك، فتبني واحد الفلسفة جديدة. وهذا ما ينقصنا اليوم، لذلك نحن أقل عزلة من أسلافنا وأجدادنا. فلذلك الأجداد نتاعنا والأسلاف نتاعنا حافظوا على الهوية نتاعهم، ولكن حنايا غتلاحظ هذه المسألة هذه أو غتلاحظ هذه المسألة هذه اليوم نحن نواجه مشكلة كبيرة أمام فقدان الهوية كيف ما كانت. ولكن سأتحدث عن البلاد نتاعي بما أنني أعيش فيها وأرى هذه المسألة بوضوح. ففي المغرب ولينا كنلاحظوا واحد فقدان الهوية اللي كبير، وهذا راجع لقمة أو قوة الشعور بالوحدة اللي كنعيشوه اليوم، وكذلك قلة العزلة أو الانعزال على الأفكار اللي كتنغرس أو كتبث في المجتمع بواحد الشكل غير مرئي وبواحد الشكل غير مباشر. فكثرة الشعور بالوحدة كتخليك توجه لشي أو تبني علاقات اللي غير واقعية وغير ملموسة مع شي حوايج اللي انت غير ملموسين، غير ماديين، غير حقيقيين. فكتوجه بطبيعة الحال لوسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، فكتدخل الستوري نتاع هذا، البوست نتاع هادي، شوف هادي كي كتهضر، شوف هذا كي كيدير. فهاد الشيء كيبدا كيأثر عليك، هادي كي كدير الماكياج، هادي كي تتمشى، هادي اش بدلات في الجسد نتاعها، هادي اش بدلات في وجهها، هادي دارت عملية تجميل، هادي ما عجبهاش هاد الشيء. فهاد الشيء كامل نتيا كينعكس عليك وكينعكس على كيفاش كتشوفي راسك. حتى انا خصني ندير البوتوكس، حتى انا خصني نقاد هادي، حتى انا خصني ندير عملية تجميل هادي، حتى انا ما عجبانيش هادي. فكيبدا واحد عدم الرضا النفسي، وكتبدا كتجري ورا شي حوايج، وكتبدا تضيعي في راسك واحد الهوس في انك بتكون بحال هذيك اللي شفتيها في هذاك البوست ولا هذاك اللي شفتيه في هذاك البوست. كذلك الدراري، شوف هذا كيدير، شوف هذا كيدير. وغالبا هادو تيكونوا ناس مختلفين على الثقافه نتاعك، ما عندهمش نفس المبادئ، ما عندهمش نفس الماضي، ما عندهمش نفس الباك جراوند نتاعك، ثقيل منين جيتي نتايا. فانا اتحدث بواحد الشكل او باخر على الغرب، لانهم هما اكثر مصدر للتأثير على الشباب اليوم، من راب، من شطيح، من عرا، من قاع الحوايج. فهما كنلاحظ بانهم مسؤولين بواحد الشكل كبير على هذه المساله هذه، من افلام اباحيه، من واحد الفكر حر بواحد الشكل، خداو الحريه بواحد الشكل اللي خايب. فهذا الشيء كامل اثر على الشباب نتاعنا اليوم. فكنلاحظوا بان الشباب وكذلك المجتمع بدا كيفقد الهويه نتاعو، انه نقدروا نقولوا من هنا واحد 4 الاجيال ما يبقاش المغرب بهذاك الطابع او بهذيك اللمسه او بهذاك الذوق المغربي الاصيل، ما يبقاش. فتولي كتشوف كلشي كيتشابه، كلشي بحال كلشي كيرلي هير، كلشي باغي جينز، كلشي هذاك التخربيق وهذاك الشيء كامل. كلنا ولينا كنتشابهوا. احنا امام واحد المواجهه نتاع واحد المشكل كبير اللي هو فقدان الهويه بواحد الشكل كبير. الهويه اللي كتعتمد على الدين تاعك، شي واحد مابقى مسوق للاسلام، حتى شي واحد مابقى مسوق للدين ديالو، وانه هذاك اللي مسوق للدين تاعو لا تيجينا حنايا معقد ومختلف ومريض. فالدين، اللغه، حتى شي واحد مابقى يهضر باللغه نتاعو، حتى شي واحد مابقى يهضر بالدارجه. فكتلقى جوج مغاربه جالسين، ولكن الغريب في الامر انهم تيهضروا باي لغه اخرى من غير الدارجه، فقط باش يثبتوا لبعضياتهم بانه يمكن انا راه مثقف عليك، ولا انا راه انا قاري، ولا انا راه كنعرف هذه اللغه، ولا لغتنا راه ما كتستحقش اننا نهضروا بها، انا نضرب واحد اللغه اخرى لانها اكثر تعبير واكثر بلاغه. ولكن لا، اللغه العربيه هي اكثر لغه تقدر تعبر بها. ولكن حيت لا، هذاك الشيء اللي تروج لك وهذاك النوع نتاع التاثير اللي خديتيه من عند الناس ما تيهضروش بهذيك اللغه العربيه، خديتيه من عند الناس كيعتقدوا بان اللغه العربيه لغه نتاع حشرات. فانت ما بغيتيش تكون حشره، لذلك تبنيتي اللغه نتاع هذاك اللي كيشوف اللي كيهضروا باللغه العربيه حشره. مزيان، اللغه، الدين، المعتقدات، هادشي كامل ما بقاش الانسان صراحه اعطيه اهميه واعطيه واحد القداسه وكيحترمه فعلا. كل شيء دابا ولا كيتشابه بحال كل شيء، حتى شي واحد ما عنده هذيك اللمسه المختلفه او هذيك اللمسه الاصليه نتاع مغربي. في الاغلبيه ولا جرفوا هذاك التيار نتاع المؤثرين
الراب، الاغاني، العرا، الشطيح، هادشي كامل، البنات والدراري، الميك اب، باقي جينز، كيرلي هير، هادشي كامل. وانا اضمن لك 3 نتاع الاجيال الاخرين ولا 4 ما يبقاش المغرب كيف ما كان شحال هادي، ما يبقاش المغرب، واللمسه المغربيه ما تبقاش. المغرب يولي فقط واحد القنطره، قنطره كتجي وكتجيب في انواع البشر وفي اشكال البشر، والفكر المغربي الاصيل ما يبقاش. مزيان مزيان. فلذلك نحن اقل عزله على اجدادنا، فجدنا او جدودنا حافظوا على هذيك الهويه نتاعهم وما تقصش لهم الهويه نتاعهم، لانهم كانوا منعزلين، فكانوا محافظين وحامين هذيك الثقافه نتاعهم، هذيك الهويه نتاعهم، لانه كانوا منعزلين. حتى شي واحد ما كيجيش شي واحد غريب وكيهرس لهم هذيك اللغه نتاعهم، الامازيغيه او الطنجاويه او الصحراويه او الحسانيه او الوجديه، اي لغه مغربيه اصيله كيجي شي واحد وكيهرسها. فحافظوا على هذاك الشيء لانهم كانوا منعزلين، ما كيقولوش هذاك راه احسن منا، ما كيسمعوش لهذاك، ما كيدخلوش للستوري نتاع هذاك ملي كيحلوا عينيهم وما تيسكروليو وما كيشوفوا وما كيسمعوا وما يشوفوا هذيك كتهضر وشوفي هذيك كدير شوفي. لا، عندهم مبادئ نتاعهم، عندهم ماضي عريق وثقيل على هذاك اللي بغيت تشوفه في ستوري ولا كذا. فمسألة العزلة مهمة في حياة أي فرد، فمن أهم الحوايج باش تحافظ على الهوية نتاعك، الأصالة نتاعك، التقاليد نتاعك، المبادئ نتاعك، هو الانعزال. وأهم حاجة تحافظ على واحد الماضي اللي ماتوا فيه ناس كتار، أجداد نتاعنا وأسلاف نتاعنا راه ماتوا باش يخليو لك هاد الأرض انت تعيش فيها. فحفاظا على هادشي الانعزال ضروري، والانقطاع على هاد السوشيال ميديا وعلى هاد العالم الرقمي، انقطع عليه وجلس مع راسك، فكر مع راسك، حلل مع راسك، وتبنى افكار ديال راسك. ما تخليش العالم الخارجي هو اللي يغرس فيك شي افكار اللي تقدر تكون خاطئه. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، اتمنى يكون فاك. الله يسهل عليك.